اليوم أول مرة بنجرب المترو، ناخذوا المترو من منطقة مشارب اللي ساكنين فيها احنا اللي عند مول قطر. طبعا خدمات النقل العام هنا في قطر مجانيه ولكن زحمه. بالنسبة للقطار أو المترو يوصلك وين ما تبي، النقطة اللي تبقى أنت، بس ما قال محمد إنه أغلب الأحيان يكون زحمة، فإحنا اليوم أول تجربة لنا. بنحضر مباراة في الشاشة الكبيرة اللي هي مباراة كرواتيا والبرازيل في ربع النهائي. وتوا بادية المباراة الشوط الأول فيها غالب نحضروه ونشوفوا الأحداث تاع الشوط الأول. اليوم تجربة جديدة من داخل مول قطر، بنتفرج على مباراة كرواتيا والبرازيل، فعجبتنا المكان هو نتاع القميصة نتاعها، فاخترنا المطعم الهندي اللي بنتعشوا فيه الليلة وإحنا بنتفرجوا على المباراة. طبعا أنا صوتي هارب شوية اليوم بحكم إن مريض واخذ بردك من المكيف هنا لأن الطقس قاعد سخون. المكيفات بتاع الملاعب. طبعا بالنسبة للأسعار هنا في قطر، بالنسبة للأكل هل بناس تشتكي من الأكل إنه غالي أو شيء؟ هو بالعكس، هو الأكل فيه أنت شن تبي تاكل والمكان اللي تبي تمشي له. صح. يعني الأسعار ماهيش كبيرة هلبة، ماهيش مبالغ فيها هلبة. لما تقعمس في مكان زي هذا ممكن تحتاج قعميزة كويسة زي هذه قداش تكلف $100، لكن برا في الشارع تحصل تقدر تتعشى ب 20 ريال وب 30 ريال وحتى ب 15 ريال تاخذ وجبة محترمة. بالنسبة نرجع المباراة شوية محمد، فريق البرازيل لحد الآن مسيطر على المباراة. بالنسبة لي أنا نتمنى البرازيل اليوم تخسر عشان ما تقابلش مع فرنسا في النهائي. لحد الآن الأداء البرازيل ضعيف شوية، قاعدين معتمدين إنه يلعبوا الكرة لنيمار، يبوا الحلول الفردية. بالنسبة للمنتخب الكرواتي يلعب في كرة كويسة من اللمسة الأولى، يركض، عندهم لاعبية، عندهم ثقل كبير في نص الملعب. لكن البرازيل بإذن الله بالمهارة الفردية قادرين في الشوط الثاني إنه يفوزوا بإذن الله. قاعدين في بداية الشوط الأول لكن سيطرة نسبية لمنتخب البرازيل، أعتقد إن هم حيربحوا المباراة اليوم. طبعا احنا متواجدين هنا نشوف مباراة البرازيل وكرواتيا، وحقيقة حاليا أداء البرازيل مو نفس اللي تصورناه، أتمنى أنه يكون أدائهم أفضل. إذا واصلوا البرازيل أدائهم بهذا الحال نتوقع بكل صراحة خسارتهم، بس تمنياتي يعني أن يكون الفوز إلى صالح البرازيل بنتيجة 1-0. ونحب نقدم أيضا كلمة شكر إلى التنظيم الجميل جدا والرائع إلى المونديال في قطر، وكل التوفيق إلى المغرب. والله شوف أنا المنتخب البرازيل ما شاء الله عليه، يعني الحمد لله رب العالمين، واحتمال الفوز له إن شاء الله البرازيل. أما المنتخب الثاني كله حاطين دفاع، 6 دفاع 7 5 دفاع، كله دفاعات، وما ظني يفوز لهالدرجة يعني. بس البرازيل الحمد لله إن شاء الله له الفوز 2-0. منتخب برازيلي أداء زين صراحة، بس المنتخب الكرواتي دفاعيا اليوم أحسن، فما في واحد يعني يخلص اللعب. منتخب برازيلي ناقص جابرييل جيزوس مثل منتخب برازيلي عشان يخلص الهجمة، فإن شاء الله نقول المنتخب برازيلي في الشوط الإضافي الثاني. والله بيفوز اليوم 100%، إذا ما في شوط الإضافيات في بلنتيات الفوز. والله مباراة الأرجنتين مباراة قوية، البرازيل عذرا، فأنا صراحة مع البرازيل هذه المباراة، برازيل وأرجنتين عادي.
شوط اول متواضع من الفريقين، ما فيش هجمات خطيره، لعب عادي لحد الان. كلهم خايفين ان تعرف انت هذه ادوار خروج مغلوب، واي هفوه فيها مرة تريحك، فكلهم متحفظين لتو. انا نشوف ان المنتخب الكرواتي بالنسبه لي في المباراه هذه صعب عليه يربح في الوقت الاصلي. هم اصلا ماشيين متجهين باتجاه ان هم يطلعوا من المباراه تعادل ووصلها لركلات الترجيح، على امل ان الحارس ينقذهم ويربح بهم اليوم ويمروا لادوار قادمه. الحقيقة كان أداء ممتاز جبار، لكن ما توقعنا منهم هالأداء، كنا نتوقع منهم الأفضل الحقيقة. يعني كنت متوقع تأهل البرازيل، لكن هذه كرة القدم، فوز وخسارة. خلاص راح. اولا انا احب اشكرك يا حبيبي صراحه، انا شاب سعودي احب الليبيين صراحه، وخصوصا مباراه البرازيل والكرواتيا. صراحه كنت اتمنى فوز كرواتيا صراحه، والحمد لله تحقق حلمي، رغم اني كنت خايف من اداء البرازيل، لان البرازيل متفوق البرازيل، لكن الحمد لله انه انا هزم. زي ما توقعت فوز المنتخب الكرواتي على المنتخب البرازيلي، تأهل وعبور للكأس الثاني على التوالي لكأس العالم بوصولهم لنصف النهائي. توا المنتخب الكرواتي ما زال مباراة الأرجنتين وهولندا، ويشوفوا من يتأهل منها باش يلاقوه معهم في نصف النهائي.